لو ابنك بيكرر الكلام كتير قوي طول الوقت بيعيد نفس الجملة ونفس السؤال، تفتكري هو كده متوتر ولا بيهزر ولا ايه الحكايه بالظبط؟ في ام كانت بتشتكي ان ابنها بيسالها مره احنا هنروح فين بكره، وترد عليه وبعدها يسال تاني مرتين وثلاثه واربعه ماما واحنا هنروح فين بكره، وهي كانت فاكره انه بيستفزها، بس الحقيقه هو كان بيدور على فهم مش استفزاز. في اطفال بتردد الاسئله او الكلام عموما علشان عايزه تتكلم معاكي انت، هو عايز يجر كلام، عايز يتواصل معاكي، فبيستخدم الطريقه دي. قال يعني كده بنتكلم مع بعض اكتر، يعني رغبه منه في انه يعمل حديث شيق مع امه. طيب تعملي ايه في الحالات اللي زي دي؟ خدي بالك امتى ابنك بيعمل كده، وقت التوتر، وقت ما هو مشغول، وقت هو زعلان من حاجه معينه. ممكن تجاوبي بنفس الجمله كل مره، ثبات الرد بيطمن الطفل. وممكن كمان ان انت تساليه اسئله بشكل مختلف فتردي السؤال عليه، فتخلي يبقى في بينكم حوار واحنا بنبعد عن الموضوع اللي عمال يكرره وخلاص. لو حسيتي انه محتاج اكتر من اجابه ساعتها اساليه انت عايز تسمع ايه. وممكن كمان تحاولي تحولي السؤال لسؤال عنده هو، انت تساليه سؤال علشان هو بدل ما كان بيحاول يسالك يحاول يدور على اجابه لاسئلتك. لو التكرار زاد بشكل خارج عن الطبيعي استشيري متخصص لغه وتخاطبي. لو ابنك بيكرر نفس الكلمه او السؤال كتير اكتبي لي ايه اكتر كلمه بيقولها، او ابعتي الفيديو ده لام مش فاهمه ان التكرار ساعات بيبقى محاوله من الطفل لتهدئه نفسه. لو حابب تتعلم تعديل سلوك وتدخل المجال كاخصائي تعديل سلوك، عملت لك كورس مجاني تقدر تتعلم منه اساسيات تعديل السلوك وبسهوله. سجل من خلال اللينك في الكومنتات.